بتكررها عشرات المرات كل يوم في صلاتك وقراءتك. بس هل انت متأكد انك بتنطق البسملة صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشوف اشهر 3 اخطاء بيقع فيها كل واحد فينا من غير ما يحس. ايه هي الاخطاء دي؟ احنا هنقرا البسملة دلوقتي بالطريقة الصحيحة وشوف انت نفسك بتقراها ازاي. اول حاجة معانا حرف الباء والميم في بسم. كتير منا بيقولها بسم الله بفتح الباء او تسكين الميم، والصح انها مكسورة تماما بسم الله. الخطأ الثاني تفخيم او تركيب لام لفظ الجلالة. تاني حاجة اسم الجلالة الله لان قبله حرف مكسور بسم الله، فاللام هنا لام لازم تكون مرققة وناعمة، نقول بسم الله وليس بسم الله بتفخيم اللام. الخطأ الثالث معانا الراء المشددة في الرحمن الرحيم. الراء هنا مشددة ومفتوح يعني مفخمة، وفي نفس الوقت لازم تنتبه لعدم تكرار الراء بشكل مبالغ فيه، يعني ما نقولش الرحمن، قولها بضم واعتدال الرحمن الرحيم. اسمعها كده بالنطق الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله وحلاوته في إتقانه. جرب تقرأها دلوقتي وتقول لي في التعليقات أدائك اتحسن ولا لا، وتابعنا عشان الحلقة الجاية هنبدأ أول أحكام النون الساكنة والتنوين. شير في الخير والدل على الخير كفاعله.